التمرين، شكل التمرين بتاع السباحه هو لخص الموضوع، بس هو زي ما احنا قلنا هو هيبقى من حوالي من 6 ل 12 مره في الاسبوع. التمرين ممكن يبقى من 6 ل 12، يعني لا اما مره يوميا لا اما مره الصبح ومره بالليل. هو نفس الكلام اللي احنا قلناه تقريبا. التمرين ديستنس ممكن يمشي او يعوم فتره قد ايه؟ ممكن توصل ل 10 كيلو عوم في اليوم، منهم ممكن من كيلو ل 2 كيلو سبرنت. فكده طبعا زي ما هو قال كده بالظبط، كل لما تكون الحاجه سبرنت اكتر كل ما يحتاج ايه؟ كارب وبروتين اعلى. كل لما تكون حاجه تحمليه وتقعد يمشي 800 متر والكيلو اكتر من كيلو، كل ما يكون محتاج ايه؟ كارب وفاتس اكتر، مش محتاج بروتين اكتر. فبالتالي ده الكلام ده هنشوفه. الديوريشن بتاع التمرين ممكن زي ما هو قال ممكن يوصل ل 6 ساعات، يعني 3 ساعات الصبح وممكن 3 ساعات بالليل على حسب الفتره الزمنيه. الى جانب الفتنس اللي هو بيقول عليه، او لو هو بيلعب جيم، في عضلات وشكل الجسم بتاع السباح غير شكل الجسم بتاع البودي بيلدر. يعني البودي بيلدر اهم حاجه بالنسبه له السيمتري والتشريح والتقسيم، لكن السباح الجزء اللي فوق، هو الجزء اللي فوق ده اهم حاجه. ليه؟ لان هو اللي بيسحب اصلا الدنيا كلها. وحتى شكل السباح هتلاقيه على طول، يعني لو هو سباح كده والجزء اللي فوق ده قد كده، تحس ان هو ايه فيه، فاهم؟ السيجارتين وفوق تنين، فوق العضلات كلها فوق. ليه؟ لان هو اللي فوق ده هو اللي بيشد الجسم.